بيبدأ الانمي بتاعنا مع الملك فرفاطوس، ده اقوى ملك في العالم في الوقت ده، وبيبقى محدش قادر عليه ولا يعرف يعني ايه معنى الهزيمة، علشان كل الناس اللي قادرة تهزمه خلاص اختفت، والناس كلها شايفاه وحش ومحدش راضي صاحبه، فبيقرر انه يتجسد في جسم حد تاني علشان مفيش حد يبقى عارفه، ويبدأ حياة جديدة ويكون صداقات. بيمر الوقت وبعد 3000 سنة بيرجع لنا الملك ده تاني في جسم شخص جديد، واللي بيبقى اسمه ارض، شاب كروي من عيلة بسيطة، بتبقى عيلته مبسوطة بيه جدا ومهتمية بأموره. بيسألوه انت نفسك تطلع ايه، فبيفتكر الماضي بتاعه وانه كان نفسه يبقى عنده صحاب، وبيسرح بخياله وبيروح على الشباك، بيشوف عيال عمالة تلعب في الشارع، بينادي عليهم لكن العيال بتخاف منه وبيطلعوا يجروا، لكن صاحبنا مش بييأس، وبيلاقي شوية بنات جايين عليه فبيستخبى منهم بعيد وبيتوتر وبطنه بتوجعه، والبنات بتشوفه في الوضع ده وبيخافوا منه وبيطلعوا يجروا منه هما كمان. ارض بيحاول ينادي عليهم ويقول لهم ما يخافوش منه، بيقف البنات ويشوفوه عايز ايه، بيعرض عليهم انهم يبقوا صحاب، لكن هما بيبقوا خايفين منه وبيطلعوا يجروا تاني. ارض بينهار وبيقع على الارض، يعني انا ملك الشياطين، اقوى ملك في العالم، وكل الملوك كانوا بيترعبوا لما يسمعوا اسمي، مش قادر اخلي شويه عيال يسمعوا كلامي. بيطلع يتمشى للغابه وبيبدا يدمر فيها لحد ما بيزهق وبيرجع بيته مره تانيه، وهنا بقى بيقابل عمده بلدهم واقرب صاحب لابوه، بياخد رايه وبيساله يعمل ايه علشان يكون صداقات جديده. انا عملت كل حاجه ممكن تتخيلها ومحدش راضي يصاحبني. بيرد عليه العمده وبيقول له الامر بسيط، خليك لطيف وتعامل باحترام، اعمل كده بس وهيبقى عندك صحاب كتير وصداقات حلوه. وبيبقى العمده لسه هيكمل كلامه ويحكي له عن بنته، لكن ارض بيسيبه ويجري ويروح للاطفال ويكلمهم بادب ويتعامل معاهم باحترام، لكن برضه مفيش فايده. بيروح على الغابه تاني وبيبقى في حيوانات بتهجم عليه، بيرفع ارض ايده وبيحرقهم كلهم، وبعدها بيسمع صوت بنت بتتخانق مع حد وبتقول له بكرهك، فعلى طول بيطير ويروح يشوف في ايه، بيلاقي بنت بتستعمل تعويذه البرق وبتحرق الذئب اللي قدامها، بتبقى بتطلع غضبها هي كمان، بتلف وراها وبتشوف ارض، بتقول له انت ايه اللي جابك هنا ولا عايز ايه؟ بيقول لها ارض انت بتحاربي كويس وفي ناس في سنك ما بيعرفوش يعملوا اللي انت بتعمليه ده، وبيعرض عليها انهم يبقوا صحاب. بتقول له صحاب؟ لا مفيش الكلام ده، والظاهر يا صديقي ان حصل لها حاجه قبل كده وده سبب لها عقده من ناحيه الصحاب، لكن ارض بيبقى عنده امل وبيقول في نفسه دي اول مره حد يتجاوب معايا ويكلمني، يبقى اكيد في فرصه تانية. بيبدا يقول لها ان في حاجات كتير مشتركه بينهم، هي بتقول له انت مش فاهم حاجه وبتسيبه وتمشي. بيرجع ارض بيتهم وبيبقى زعلان جدا، بيقابل العمده مره تانية وبيقول له انا عملت بكل نصايحك، وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي البنت اللي شافها في الغابه حضن ابوها واللي هو العمده، ويا ما حسن الصدف بنعرف ان البنت دي اسمها ايرينا. بيبدا صاحبنا يتتبعها في كل مكان، مره يجيب لها ورد ومره يقول لها شعر وهي مفيش فايده. بيخطط صاحبنا ازاي يصاحبها وبيبدا يفكر ازاي هينفذ خططه، بس في مره وهو نايم على السرير بيفكر بيسمع صوت سويت جاي من بره، بيطلع جري يشوف في ايه، بيلاقي مجموعه وحوش بيدمروا في المدينه، وبيلاقي ابويه بيحاربوا فيهم، ووقت ما هم واقفين بيجي عليهم العمده ويقول لهم ايرينا في الجبل ولسه ما رجعتش. على طول ارض بيقول في نفسه ان دي فرصته الوحيده، بيقول للعمده اوعدك ان مش هرجع من غير ايرينا، وبيفعل قدره الطيران وبيروح عليها جري. بنروح لايرينا اللي الوحوش محوطينها، بيقول لها القائد احنا هنقتلك. بتبقى ايرينا مستسلمه خالص وبترمي سيفها وبتقول له عادي كده كده الحياه ممله وانا زهقت اصلا. بيبقوا خلاص هيخلصوا عليها بس بيدخل عليهم ارض بسرعه، بيفعل قدره الحمايه وبيقدر انه يحميها. بيقول لقائد الوحوش انا متربي كويس وعارف ان التنمر على الاشخاص الضعيفه حاجه وحشه ومش من عاداتي، فانا مش هعمل كده. بيقول له القائد احنا ضعاف، انت اكيد مجنون. بيفعل ارض تعويذه البرق وبينيمهم كلهم على الارض، وبيقول للقائد لو مشيتوا دلوقتي مش هعمل فيكم حاجه، بس بعد كده اللي عين هتشوفه مش هسمع عليه. فبيبداوا يهجموا عليه لكن هو بيطلع شعاعه وبيخلص عليهم. بيحاول القائد انه يهرب لكن ارض ما بيدلوش فرصه وبيخلص عليه هو كمان. بتقول له ايرينا انت انقذتني ليه؟ انا كنت عايزاهم يخلصوا عليا، انا كده كده بنت وحيده ومحدش راضي بيا وعمرك ما هتفهم مشاعري. بيقول لها انا مش عارف انت عايزه تقول ايه ولا ايه اللي وصلك لكده، بس الحاجه الوحيده اللي عارفها ان انا اكتر واحد فاهم مشاعرك. وبيطلب منها مره تانية انهم يكونوا صحاب. بتقول له لا انت اكيد هتسيبني زي ما الباقي سابوني قبل كده. فبيوعدها ان عمره ما هيخونها ولا يغدر بيها وان هو مش عايز يخسر حد تاني. فبتقول له ايرينا تمام هثق فيك المره دي. ومن هنا بتبدا الصحوبيه بينهم. بيمر الوقت وبيكبروا الصحاب وبيجي وقت دخول اكاديميه السحر، بيروح يقدموا في اكاديميه من اكاديميات السحر. بيقابلهم المدير وبيقول لهم ان عارف اهاليهم، ده انتوا اولاد ابطال المدينه وعلشان كده انا هفيكم من امتحان القبول، بس لازم تمتحنوا نظري الاول. بيدخلوا الشباب يمتحنوا وبعد الامتحان بيبقوا واقفين عشان يشوفوا النتيجه. بتلاقي ايرينا انها تفوقت وطلعت الاولى. بيدور ارض على اسمه بس بيلاقي ان هو جاب صفر، فبيستغرب ازاي نجح بصفر. بيجي المدير ويهنيهم على القبول وبيقول لارض ان اجاباته فاقت نموذج الاجابه وان هو عبقري جدا، وبيبدا يقدمهم المدير على باقي الطلبه وانهم محظوظين انهم هيدرسوا مع ارض. بيبقى ارض واقف ومستغرب جدا وكان بيفكر نفسه
نفسه من عيله كرويه بسيطه. بيدخل الفصل بتاعه وبيلاقي المعجبين بيه كتير، هو وإيرينا، وبيبقوا كلهم عايزين يصاحبوه. بس زي ما في معجبين في ناس بتكرهه وبتتنمر عليه. ووقت ما هو بيبقى بيبص عليهم بيلاقي ولد بيضرب بنت واللي اسمها جيني. الولد عمال يتنمر عليها ويقول لها انت ازاي دخلت الاكاديميه هنا؟ اكيد دخلت بالواسطه. لكن الكلام ده ما بيبقاش عاجب إيرينا، بتقول له ابعد عنها. فبيرد الولد عليها بيقول لها البنت دي الخدامه بتاعتنا هي وعيلتها، وخليك انت بعيد. بس انت فاكر النهارده هيسكت يا صديقي؟ لا طبعا. بيروح للواد وبيقول له اوعى تفكر ان ليك الحق انك تضايقها، وبيطلب منه انه يعتذر لها. بيقول له الواد لو قدرت تهزمني هعتذر لها. هنا إيرينا بتبدا تخوفه وتقول له على قوه ارض، وانه في مرتبه عاليه في المدرسه، في مدرسين كتير ما وصلوش للمرتبه دي. ووسط ما هم بيتخانقوا بتدخل عليهم اوليفيا، ودي بتكون مدرسه في الاكاديميه. بيعرفها ارض على طول من صوتها لانها كانت في فريقه الاسطوري. انت عامل مشاكل من اول يوم يا ابن الساحر العظيم. انا حوار القتال ده عجبني وهخليكوا تقاتلوا بعض دلوقتي حالا. لكن ارض بيبقى مش عايز يكشف قوته لحد، وبالذات قدام اوليفيا علشان هتتعرف عليه. بيروحوا الشباب لساحه المعركه وبيبدا الولد انه يهجم على ارض، بس ارض بيفعل تعويذه الحمايه وبيصد الضربه. بيقول له الولد انت طلعت مش سهل ولازم تدوق لهب الميجا. لكن ارض بيصد بكل سهوله وبيعرف انه لهب عادي مش لهب الميجا ولا حاجه. الولد بيتعصب تاني وبيطلع عليه كل قوته اللي مفكر انها لهب الميجا. ارض بيصدها تاني وبيقول له انا سبتك براحتك، تعالى بقى اوريك لهب الميجا اللي بجد. وبيخلي الواد يستسلم ويعتذر لجيني. كل ده اوليفيا واقفه تتفرج، وارض نسى ان هي موجوده وفعل تعويذتين في نفس الوقت، وهي تعويذه الحمايه وتعويذه لهب الميجا. ودي بتتعرف بالتعويذه المزدوجه وبتبقى من المهارات المفقوده. بتقول له اوليفيا انت وراك سر ومش هسيبك غير لما اعرفه. بيعدي اليوم وبيجي اليوم اللي بعده. بتقسمهم اوليفيا لمجموعات، كل مجموعه 3 اشخاص. بيبدا كل الطلاب يختاروا ارض معاهم ويقولوا له انهم عايزين يبقوا في فريقه. لكن إيرينا بتقول له انهم هيضموا جيني. بيتجمعوا ال3 مع بعض وبتبقى مهمتهم انهم يقتلوا ذئب ويجيبوا فروته. بيروحوا الشباب عشان يخلصوا المهمه، بينزلوا للطوابق اللي تحت وبيبدا ارض وإيرينا يخلصوا على الذئاب. وهنا جيني بتترعب من قوتهم، بتقول لهم انا هبقى عقبه في طريقكم. فبيقول لها ارض ولا يهمك، انا اقدر اعلمك، لسه قدامي كتير عشان اتعلمه، فممكن اساعدك عادي. وبيبدا ارض انه يعلمها. في البدايه بتفشل، فبيبدا معاها واحده واحده ويعلمها بابسط الاشياء وهي السحر النصي. بيكون ارض لسه مخترعه، فبتتفاجئ إيرينا وجيني بيه. بيعرفهم ارض ان ممكن اي حد يستعمله وبيحفظهم التعويذه بتاعته. وبيبدا البنات يتعلموه. بتشكروا جيني وبتمسك في ايده، فبتغير عليه إيرينا وتمسك في ايده التانيه، وده بيخليهم يقعوا في فخ قديم وينزلوا عند زعيم الطوابق. بيبقوا خايفين جدا، لكن ارض ولا بيهمه. بيقول لهم ان دي احسن حاجه، ننفذ بقى السحر اللي اتعلمناه عملي. بس اول حاجه ما نستخدمش السحر ده من مسافه قريبه، لازم يكون في مسافه بينك وبين عدوك، واكتر طريقه فعاله هي دفع خصمك. تاني حاجه ان قوه السحر ده انك تقدر تستخدمه ورا بعضه عادي من غير اي جهد. وهنا بيتعامل ارض مع زعيم الطابق على انه فار تجارب، بيبقى لسه هيضربه الضربه القاضيه، فبيخلي جيني هي اللي تعملها. في البدايه بتبقى متردده، لكن هو بيقول لها قدامك طريقين، يا تفضلي جبانه يا تبقي شجاعه وتخلصي عليه. بتتحمس جيني على طول وبتدي لزعيم الطوابق الضربه القاضيه. وبدل ما بيروحوا لاوليفيا بفروه الذئب بيروحوا لها بقرن زعيم الطوابق. بتبقى اوليفيا مستغربه جدا. بيحاول ارض انه يبرر لها بدل ما يتكشف قوته. وهنا بيجي الواد اللي كان بيضايق جيني تاني وبيستهزأ بارض وإيرينا. لكن المره دي جيني مش بتسكت له، بتقول له انت ممكن تغلط فيا انما تغلط في اصحابي لا. وبتروح تضربه بالقلم. بيقول لها انت ازاي؟ وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي حاجه لابسه في دماغه. بيبقى ارض واقف فرحان جدا ان هم اخدوا حقهم. لكن يا فرحه ما تمت، بيلاقي اوليفيا بتخبط على كتفه وبتقول له عايزين نتكلم سوا في حاجات كتير عايزين نناقشها. بتاخده وبتروح للمدير اللي بيبقى عايزه يشارك في المسابقه اللي جايه اللي هتقام بين الطلبه، وعايزه يقدم اداء ممتاز قدام الملكه علشان يساعد في زياده ميزانيه الاكاديميه. بيرفض ارض في البدايه لانه لسه عايز يخبي قوته عن اوليفيا، لكن المدير بيقعد يتحايل عليه لغايه ما بيوافق. وهو خارج بيقابل جيني اللي بتبقى مستنياه عشان تعزمه على العشاء وعايزه تخرج معاه. بيوافق ارض انه يخرج معاها، بس بتجيلهم إيرينا وبتقول لهم ان هي هتشاركهم الحديث هم كمان، مش هيروح لوحدهم. بتقول لها جيني تمام انا ما عنديش مانع. وبيخرجوا هم ال3 سوا، بيروحوا السينما وبيتفرجوا على مسرحيه بتبقى بتحكي قصه ملك الشياطين. بيفتكر ارض الاحداث اللي حصلت له زمان وبيزعل جدا. وبعد ما بيخرجوا بيلاقوا ناس كتير واقفين في زاويه بيتفقوا انهم يتخلصوا من الملكه. بيسمع ارض كلامهم وبيبقى عايز يروح لهم لوحده، بس البنتين ما بيسيبوهوش وبيروحوا معاه. بيروحوا الشباب ورا الناس اللي نزلوا لمكانهم السري وراسمين دايره سحريه كبيره على الجدار. بيبقى ارض واقف مش فاهم حاجه، بس ده فخ للشباب. بيلاقوا الناس واقفين وراهم وبيفعل الكاهن تعويذه بتشعل النار في جسم ارض، بس هو ما يعرفش ان ارض ملك الشياطين وان النار مش بتاثر فيه. بيطفي ارض النار وبيطلق شعاعه وبيدمر الرسم. بيعمل
بيعمل تعويذة البرق وبيقضي على كل الموجودين، وما بيفضلش غير الكاهن. بيقول له ارض لو قلت لي على اللي انتوا عايزين تعملوه مش هخلص عليكم، لكن الكاهن ده بيتحول لصورته الاصليه واللي هي الشيطان، وبيحاول يهرب بس على طول ارض بتطير وراه. بيخطف الشيطان ده طفله كرهينه فبيخاف منه الناس ويهربوا، لكن ارض بيعرفهم بنفسه وانه ابن السحر العظيم وان هو موجود هنا علشان ينقذهم ويدمر الشياطين اللي قدامه. بيقول له الكاهن ان معاه رهينه، بيرد عليه ارض ويقول له هي فين، وبيطلع ان ارض استعمل عليه تعويذه الوهم. بيحاول الشيطان انه يهرب لكن ارض مش سايبه، بيفعل عليه وميض بابل وبيحرقه في مكانه. بيشكروا اهل المدينه وبيحتفلوا بيه. بيعدي الوقت وبيجي اليوم التاني، بيبقى ارض وإرينا وجيني بيقابلوا الملكه اللي بتبقى في منتهى الجمال. ارض مش عارف يتكلم من جمالها لانه ما يعرفش طريقه التعامل مع ملوك، بس بيقطع الصمت ده إرينا اللي بتبقى صديقه قديمه للملكه وبتهزر معاها. بتبدا الملكه تكلم ارض، بتقول له انا جيت علشان اكافئك على اللي انت عملته وامنحك رتبه ساحر من الفئه الخامسه ودي اعلى رتبه في المملكه. بيقول لها ارض انا مش عايز ارفع رتبتي، انا عايز ارفع ميزانيه الاكاديميه. بتقول الملكه في نفسها ده ايه التواضع ده، بيفضل الاكاديميه على نفسه، انا ما حدش يعلى عليا. بص يا عم ارض انت رتبتك هتترفع للمرتبه الخامسه وهزود لك كمان ميزانيه الاكاديميه. وبتمنح إرينا وجيني رتب هما كمان. في الناحيه التانيه بنلاقي الكهنه متجمعين وبيخططوا علشان يحرروا وحوش بالاتفاق مع ست غريبه هنعرفها بعد شويه. بتبدا معجبات ارض تزيد وكلهم عايزين يصاحبوه، لكن إرينا بتبوظ عليهم اللحظه وبتبقى غيرانه وهتولع نار. بنسيب كل ده ونروح للمدير اللي مجتمع بالمساعده بتاعته جيسيكا، وبيقول لها انه عايز ارض يشترك في المسابقه علشان يطلع مهاراته ويتعين معلم في الاكاديميه. جيسيكا بتقول له خلصانه ما تقلقش، خلي الموضوع ده عليا وانا هتعامل معاه. وعلى طول بتروح لارض. بنرجع لارض اللي إرينا وجيني بيتخانقوا على مين اللي بتحبه اكتر، وبيكونوا عايزين يعملوا قتال واللي تكسب هي اللي هتبقى حبيبته، لكن هو بيبقى مش موافق. بيقول لهم ان دي تفاهات وانتوا اكيد مش هتضربوا بعض علشاني. بتقطع عليهم جيسيكا الحوار وبتقول لهم ان في مسابقه هتتعمل في الاكاديميه وتقدروا تبارزوا بعض واللي هتفوز هتبقى هي حبيبه ارض. بيوافقوا الشباب على طول. بيجي يوم المسابقه وبيبقى ابو ارض وامه والعمده هم حكام المسابقه. بيجي دور إرينا وبيبقى ارض مش عايزه تكسب علشان هو اللي معلمها، وبكده هيكشف سحرها قدام اوليفيا وهتشك فيه اكتر. بس إرينا بتستعمل السحر النصي وبتكسب في الجوله الاولى. وهي خارجه بتقول لها جيني عايزاك تصمدي للنهائي علشان عايزه اقابلك. وفعلا الاتنين بيهزموا كل اللي بيقابلوهم. وبيجي وقت النهائي واللي بيكون بين إرينا وجيني. بيبقوا هما الاتنين هيتبارزوا، لكن بيظهر الكهنه وسط الجماهير ويتحولوا لشياطين ويبداوا يدمروا المكان. بتبدا جيسيكا انها تقسم الطلاب علشان يقضوا على الوحوش. بيظهر وحش مصطنع من الزجاج وبتحاول إرينا وجيني انهم يقضوا عليه لكن مش بيقدروا. بيجي العمده ويخلص عليه لكن الفرحه مش بتتم. بتطعن جيسيكا العمده في ظهره وده كله بيكون من تخطيطها علشان تخطف إرينا. وبيطلع انها مش جيسيكا ولا حاجه وان اسمها إليزارد ودي بتكون ملكه التنانين. بتحاول جيني انها تعطلها علشان إرينا تهرب، لكن إليزارد بتفعل عليها تعويذه وبتوقعها على الارض. بتكون هتخلص عليها بس إرينا بتقول لها لو اذيتيها هبلع لساني وهموت نفسي وبكده مش هتستفادي مني. بتكتفي إليزارد انها تخبط جيني وتوقعها على الارض وبتطلع اجنحتها وبتاخد إرينا وتطير. كل ده وارض لسه بيعالج العمده. بيجيله المدير وبيقول له ان إليزارد خطفت إرينا، وبيقول له كمان ان إليزارد دي حاولت تدمر العالم قبل كده. بيقول له ارض تمام انا هروح اجيب إرينا مهما كان خصمنا، مفيش مستحيل في قاموسي. بياخد العمده ارض للخزينه الملكيه التابعه لعيلتهم. بيقول له خد اي حاجه تقدر تساعدك بيها. بيبقى العمده قلقان ان ارض يعرف سر العيله بتاعتهم وإرينا تخسر صديقها الوحيد. بنيجي لإرينا اللي عماله تحلم وتفكر في الوقت اللي اتعرفت فيه على ارض وخايفه انه يعرف حقيقه عيلتها ويختفي من حياتها. بتفوق من حلمها وتلاقي نفسها متأيده وقدامها وحش. بتبقى إليزارد عايزه تضحي بيها وتستعمل دمها علشان يحيوا بقايا الشياطين اللي الملك فرفاطوس دمرها في الماضي. إرينا بتبقى عندها امل ان ارض هينقذها وإليزارد بتقول لها انه مش هيجي وحتى لو جه وعرف حقيقتك هيكرهك ومش هيقدر انه ينقذك. بنروح لارض اللي اخد معاه عصايه على شكل رمح وحذاء نفاذ علشان يقدر ينقذ إرينا. بتجيله جيني وبتعتذر له انها ما قدرتش تلحق إرينا. بيقول لها مش وقته الكلام ده، اهم حاجه حضري العشاء انا كده كده هروح اجيبها واجي ولما نيجي هنبقى جعانين. بنروح لإرينا اللي خلاص الوحش هيبقى هيلتهمها بس بيجي لها ارض في الوقت المناسب. بيلحقها وبيفجر الوحش وبيفعل تعويذه ويقضي على كل الشياطين الموجوده. إليزارد بتطير قبل ما التعويذه تطولها وبتفعل نص قوتها وبتعرف ارض حقيقه عيله إرينا وانها من عيله الملكيه وان اسمها الحقيقي لافييلا وانها بتحمل دماء الالهه الشريره. بيقول لها ارض انا ما يهمنيش كل ده، دماء شريره دماء طيبه، اهم حاجه انها اشجع والطف بنت قابلتها. على طول إليزارد بتهجم عليه بس بينجح انه يسد هجمتها بسهوله. بيفعل تعويذته وبيحاول انه يحرقها بس هي بتقدر انها تطلع منها. بيقول لها
انت مفكره هتفضل عايشه ومش هتموتي؟ لا طبعا، مفيش حاجه بتقف قدامي وانا بقدر ادمر كل حاجه. وعلى طول بيحدف فيها الرمح اللي بيطيرها بعيد وينفجر فيها، لكن بنلاقي الضربه ما اثرتش فيها. بتفعل اليزارد قوتها الكامله وتهجم على الارض. بيفعل هو تعويذه الحمايه ويحمي إيرينا. بيقول لها كفايه عليك اللي انت شفتيه علشان اللي جاي اقوى من اللي فات. بيطلع سيفه وبتخرج منه ليديا، دي اللي كانت بتساعده زمان لما كان بيحارب الشياطين. بتستغرب اليزارد منه وبتقول له انت مين؟ بيقول لها انا كرو بسيط وهخلص عليكي دلوقتي. بيتحول للجسد الكامل لملك الشياطين وبيفعل عليها تعويذه سيجما واللي بتدمر اليزارد نهائيا. بيقول لليديا كفايه عليكي كده، انت ترجعي للسيف وشكرا على اللي انت قدمتيه. وبيطلع جري لإيرينا اللي بتقول له انت ازاي جامد كده، لكن هي في سرها بتتمنى تبقى في قوته علشان تعرف تقاتل معاه وتحميه. كل ده وما تعرفش انه ملك الشياطين. بنسيب كل ده ونروح لسيلفي، دي اخت ليديا وكانت من فريق الملك في الماضي. بتبقى قاعده تتدرب في الكهف بقالها 3000 سنه علشان تعرف تقاتل مع ليديا. وبعد ما بتخرج من الكهف بتلاقي الدنيا اتغيرت خالص وكل حاجه بقت غريبه عن ما كانت سايباها زمان. بتبقى مستغربه ازاي الدنيا اتغيرت كده في 3 سنين بس. بيطلع لها واحد مقنع وبيرحب بيها، بيقول لها انا مبسوط منك جدا انك قدرت تتدربي 3000 سنه. فبتستغرب جدا، بتقول له 3000؟ انا بقالي 3 سنين بس. بيقول لها انت ما تعرفيش الوقت بيجري ازاي بشكل مختلف وانت داخل الكهف، وان السنه جوه الكهف بتساوي 1000 سنه بره. بتقول له لا اكيد عارفه طبعا. وبيبقى باين عليها صديقي انها بتكذب عليه وانها ولا عارفه اي حاجه. بيقول لها انا صديق قديم كنت بخدم الملك وليديا في الماضي. بتساله عن الملك، بيعرفها انه مات بس عاد تجسيد جسمه في جسم حد تاني اسمه ارض، بيعيش حياه هاديه ومسالمه في الريف. بنسيب كل ده ونروح لمدير الاكاديميه اللي مجمع ارض وجيني وإيرينا وبيعرض عليهم انهم يشتركوا في مهرجان استقبال الطلاب الجداد وانهم هيعملوا مسرحيه. وكمان بيعرفهم ان في تهديد مبعوث له على جلد انسان من شخص اسمه راس الغول، مكتوب فيه انهم يلغوا المهرجان الاكاديمي. وبيطلب من ارض انه يشارك في المسرحيه ويحمي الاكاديميه. ووسط ما هم بيفكروا في موضوع المسرحيه بتدخل عليهم سيلفي اللي لسه عماله تدور على ارض. بتمسك كل واحد وتدور على ارض من ما بينهم. بتدخل عليها اوليفيا وبتضربها، بتقول لها انت لسه ما عقلتيش؟ بقالك 3000 سنه ولسه زي ما انت. فبيهز ارض دماغه. وهنا بتعرفوا سيلفي على طول. بتقول له انت ملك الشياطين اللي اعاد تجسيد جسمه مره تانية. بيقول لها انا يا بنتي ده اكيد في سوء تفاهم. بتقول لها اوليفيا انت عملت بحث صح؟ قولي لي بقى اكتر عن الحوار ده علشان انا شاكه فيه برضه من البدايه. فبتقول له سيلفي ما انت لو ما اعترفتش بالذوق هخليك تعترف بالعافيه. بيقول لها ارض اكيد في سوء تفاهم. بتقول له لا انت ملك الشياطين وخايف وعمال تتهرب مني. وبتفضل تضايق فيه، لكن إيرينا مش بتسكت وبتطلب منها تواجهها مكان ارض. سيلفي بتبص عليها وبتفتكر اختها ليديا واللي بيكون فيها شبه كبير بينها وبين إيرينا، وبتطلب منها انهم يكونوا صحاب. لكن إيرينا بترفض. سيلفي بتتضايق جدا وبتقول له ارض يبقى لازم انزل قصادك قتال علشان اهزمك واخليك تقول الحقيقه. بيرفض ارض على طول علشان لسه مش عايز حد يعرف انه ملك الشياطين. لكن اوليفيا وسيلفي بيفضلوا يستفزوه لغايه ما بيوافق. بيروحوا كلهم لساحه القتال وبيبقى ارض عايز يخسر نفسه علشان ما يبينش انه ملك الشياطين ولا يظهر قوته قدام اوليفيا وسيلفي. بيبدا القتال وبيبقى في مستوى عالي خالص. برضه ارض لسه مصمم انه يخسر نفسه، لكن سيلفي بتقعد تضايقه لحد ما بيكسر سيفها وبيوقعها على الارض. وهنا بتعلن اوليفيا فوز ارض. هنا سيلفي مش بتسكت، بتعمل تعويذه وبتنزل بسيف خارق وتهجم على ارض. ارض بيصد هجمتها، لسه هتهجم عليه تاني. اوليفيا بتوقفها، بتقول لها شوف انت عملت ايه حواليكي، السيف اللي انت بتستخدميه بيطلع ماده سامه. بتجيلها إيرينا وبتضربها على دماغها وتزعلها بسبب اللي عملته وبتطلب منها انها تعتذر لانها عملت حاجه غلط. على طول سيلفي بتفتكر ليديا اختها الكبيره وبتفتكر كلامها وانها كانت دايما بتقول لها تعتذر لما تعمل حاجه غلط. فعلى طول سيلفي بتعتذر لإيرينا. وهنا بيبص ارض لإيرينا وبيحس بالشبه الكبير اللي بينها وبين ليديا. بيخلصوا الشباب وبيرجعوا الفصل. بيبدا ارض يعرفهم على المهرجان الاكاديمي وانهم لازم يقدموا مسرحيه وان لازم يكون في فصل عن ملك الشياطين. بيوافقوا كل الشباب وبيوزعوا الادوار على بعض. كل ده والراجل المقنع واقف يتفرج عليهم وبيفكر في الخطه اللي هيتخلص بيها من ارض. تاني يوم بيبقى المهرجان الاكاديمي. بيبقى ارض وإيرينا بيتفقدوا اجواء المهرجان بسبب رساله التهديد اللي جات لهم. ووسط ما هم ماشيين بيسمعوا صوت انفجار جاي من وراهم. بيروحوا على المكان الانفجار وبيلاقوا سيلفي رافعه سيفها على مواطن عادي. بتقول له انت اكيد شيطان، انا اصلا شاكه فيك من الاول، انت ايه اللي جابك هنا؟ بيتدخل ارض على طول وبيسالها عرفت منين انه شيطان. بتقول له سيلفي ان الناس اللي بتبقى عيونها كده بيبقوا شياطين. بيحاول الراجل انه يستنجد باوليفيا وبيطلب منها تشيل المجنونه دي عنه. بتؤمر اوليفيا سيلفي انها تنزل سيفها وبتقول لها ده مش شيطان، ده راجل عادي فاتح مطعم هنا في المدينه وانا باكل عنده على طول. سيلفي ساعتها بتحس بالندم وبتزعل على نفسها. بس إيرينا بتعرض عليها انها تشتغل معاهم في المقهى اللي لسه فاتحينه جديد. بتوافق سيلفي على طول. بنسيب كل ده ونروح لارض اللي بيسال اوليفيا عن شجره قدامهم علشان حاسس انها
فيها حاجة غريبة. اوليفيا بتقول له انها ما تقدرش تقول لحد على الشجرة دي حتى لو كان انت يا ارض، لكن الشجرة دي لها علاقة بمنافسة السيوف اللي هتكون بكرة في الأكاديمية وانا هكون مشاركة فيها. فبيقول لها ارض تمام، احنا كده عرفنا مين اللي هيفوز بالمسابقة. بتقول له لا ما تحكمش على طول كده، انت كمان هتشارك في المسابقة دي علشان انا قدمت لك استمارة مسابقة مكانك. بيقول لها بس انا عندي مسرحية. بتقول له مش صعب عليك تعمل الاتنين في نفس الوقت، ولو ما شاركتش هتصرف انا. بيقول لها ارض وعلى ايه، خلاص عادي هشارك في الاتنين. شكلها كده ماسكة عليه زلة يا صديقي. بيبقى ارض رايح المقهى بتاعهم وبيلاقي سيلفي كسرة الجدار ونازلة ضرب في ولد هناك، شكلها هتعمل لهم مشاكل كتير البنت دي. بيدخل ارض المقهى وبيبقوا البنات كلهم عازمينه علشان يقدموا له حاجة، وبيبقى واضح كده انهم كلهم معجبين بيه. ارض بيتكسف ووشه بيحمر، لكن إرينا بتتدخل وبتلحقه وبتبعد البنات كلها عنه. بتقف جيني قدامها وتقول لها ده مش بتاعك لوحدك، كلنا عايزين نخدمه. بس إرينا بتبقى متعصبة وغيرانة عليه، بتقول لها محدش هيخدمه غيري. بيتخانقوا الاتنين مرة تانية على مين اللي بيحب ارض اكتر. بيقرروا ان هم هينضموا لمسابقة السيف واللي هتفوز بيها هتبقى هي حبيبته. بتبدأ معركة السيف وبتدخل إرينا وبتفوز بكل سهولة، وكذلك ارض واوليفيا وسيلفي. وبيجي الدور على جيني اللي بيبقى الخصم بتاعها قوي جدا وبتكون على وشك انها تخسر، لكن ارض بيفضل يشجعها لغاية ما تستعيد قوتها وتفوز عليه هي. وبيوصلوا كلهم للنهائي. بعد المباراة بيطلع ارض من الحلبة وبيقابل جيني اللي بتسأله عن إرينا وسيلفي. بيقول لها ان هم وراهم شغل في المقهى، فبتقول له حلو ده علشان اروح انا وانت مشوار بتاعنا. وبتاخده وبيروحوا مسابقة لاجمل شاب وبنت في المهرجان. بيبقى باين عليها انها بتحبه، فما بيرضاش يزعلها ارض وبيروح معاها. وهو واقف يتفرج عليها بيلاقي واحد شكله مش غريب عليه، فبيفتكره على طول وبيعرف ان ده الولد اللي كان بيضرب جيني في الفصل زمان. بيروح له ارض وبيساله ايه اللي جابه هنا. الولد اول ما بيشوفه بيترعب، بس بيقول له انه جاي هنا علشان يتفرج على ليلى اللي بتبقى على المسرح ساعتها. بيساله ارض عن التغير اللي حصل له ووزنه اللي زاد جدا. بيقول له الولد بعد ما هزمتني حسيت باليأس والاحباط وحبست نفسي في اوضتي وما كانش قدامي حاجه غير الاكل لحد ما بقيت على الشكل اللي انت شايفه ده. في الوقت ده بيجي دور جيني وبتبقى طالعه على المسرح وسهم الثقه عندها فوق خالص. فبيقول له الولد بعد ما عرفتك بقت واثقه في نفسها اكتر، انا كنت مجرد عائق في حياتها، كل ده بسبب عيلتي علشان عيله جيني كانت بتخدمنا وجيني كان واجبها انها تحرسني، لكن كنا بنعمل العكس، انا اللي كنت بحميها ومش ده السبب الوحيد اللي كنت بعمل كده علشانه، لا ده عيلتي كانت مفهماني ان احنا من النبلاء ونعمل اللي احنا عايزينه. فانا كنت بستغل ده وكنت بتنمر على جيني وبهنها، بس انا ما عدتش كده وعايز اعتذر لها، بس ما عنديش الشجاعه اللي تخليني اروح لها دلوقتي، وبعدين اصلا انا طولت في الوقفه معاك ولازم امشي حالا، يلا سلام. بيمشي الولد وبيفوز ارض وجيني باجمل شاب وبنت في المهرجان. وهم راجعين بتشوفهم إرينا وبتبقى متضايقه منهم جدا، بتقول لهم انا كان نفسي اشارك انا، وبيتخانقوا كالعاده. بيجي وقت المنافسه النهائيه وبتبدا المباريات بمباراه ارض واوليفيا، وبيبداوا ضرب في بعض بكل قوه. بيحاول ارض انه يصد ضربات اوليفيا وبيعمل حاجز، لكن الحاجز بيطيرها خارج الحلبه وعلى طول بيتم استبعاده لانه استعمل سحر محظور، واوليفيا بتبقى طارت بعيد وبكده تبقى انسحبت من المباراه. بيجي وقت المباراه الثانيه اللي بتبقى بين جيني وإرينا، واللي لسه بيتخانقوا على مين اللي بيحب ارض اكتر. ارض بيبقى عايز المباراه دي تخلص باي ثمن، وبالفعل بتخلص المباراه بفوز إرينا. بيطلعوا هما الاثنين ويبارك لهم ارض على ادائهم. بتقول لها إرينا انها مش هتخليها تبص الارض تاني، بس جيني بتلغي الاتفاق اللي كان بينهم. كل ده والراجل المقنع واقف يراقبهم ومستني الوقت المناسب عشان يتخلص من ارض. بيعدي الوقت وتاني يوم بيبقى الجزء الثاني من المهرجان، واللي بيبقى ارض واصدقائه بيقدموا مسرحيه عن ملك الشياطين. في الاول بيبقى كلهم متوترين، بيحاول ارض انه يخف توترهم وبيقول لهم كلام يشجعهم، وبالفعل بيبداوا يقدموا المسرحيه اللي بتبقى رائعه جدا والناس كلها بتنبهر بيهم. بس ارض وهو بيأدي دوره بيفتكر ذكرياته في الماضي، وانه في مره كان بيقاتل بجانب ليديا وكانت المعركه صعبه جدا عليهم، وقائد الاعداء مش سهل زي ما كان في المسرحيه. فاتدخلت سيلفيا وطلبت منه انها تحارب معاهم، بس ليديا رفضت. واثناء ما هم كانوا نايمين راحت سيلفيا للملك وطلبت منه انها تقاتل معاهم وانها اتدربت كتير عشان تعرف تحميه، وكانت بتقول الكلام ده وهي زعلانه وعينيها مليانه دموع. بيحاول ارض انه يراضيها ويقول لها ان اختها خايفه عليها وهي لو عايزه تحارب تحارب وهو اللي هيتحمل نتيجه عملها. بتفرح سيلفيا جدا. وتاني يوم بيجي وقت الحرب، بتبدا المعركه وبيبقى قائد الاعداء قوي جدا وعلى وشك القضاء على ابطالنا بالسيف المدمر اللي معاه، لكن فجاه بنلاقي الارض انفجرت من تحته، وبتبقى سيلفيا هي اللي عملت كده. بتستغل ليديا الموقف وتقضي على القائد في ضربه واحده، وبيروح ابطالنا وهم مبسوطين بانتصارهم بدون خسائر، وبتنال سيلفي شرف المشاركه في المعركه. بنرجع للحاضر واللي بتبقى
المسرحية خلصت خلاص والابطال واقفين يحيوا جمهورهم، ووسط ما هم على المسرح بتشوف سيلفي بنت شبه اختها فبتروح وراها عشان تشوفها، لكنها بتطلع مش اختها ولا حاجة. بترجع سيلفي وهي زعلانة، بس هنا بيطلع لها الرجل المقنع وبياخدها معاه، بيبقى هو صاحب رسالة تهديد راس الغول. ارض وإيرينا حسوا ان سيلفي لسه ما رجعتش ومستنيينها ترجع عشان تحيي الجمهور معاهم. بتيجي سيلفي وبيبقى باين عليها ان في حاجة غريبة حصلت، وبتطلب من ارض ان يقابلها بره عند الشجرة المقدسة. بتفكرها جيني انها عايزة تعترف له بحبها، وعلى طول بتاخد إيرينا وبتطلع وراهم. بيطلع ارض عشان يقابل سيلفي اللي بيلاقيها ماسكة سيف كبير واللي هو تقريبا سيف اختها ليديا. بتفعل تعويذة وتستمد قوتها من الشجرة، وبتقول لارض انها هتقتله زي ما قتل اختها، وبتمسك السيفين بايديها وبتهجم عليه على طول. بيحاول انه يطير بعيد علشان يفهم منها ايه اللي حصل، بس هي مش شايفه قدامها. بتفضل تطارده وعايزه تموته. بيبص لها ارض في عينيها وبيعرف ان في حاجه مسيطره عليها. كل ده والراجل المقنع بيتفرج عليهم ومستمتع باللي سيلفي بتعمله. وبنعرف انه لما اخدها بعد المسرحيه وراها مشهد موت اختها على ايد الملك. بنرجع لسيلفي اللي عماله تهجم على الارض ونجحت بالفعل انها تعوره في ظهره. بتفتكره خلاص كده مات وما تعرفش انه ملك الشياطين. بتفضل زعلانه على اختها اللي ماتت وما رجعتش. في الوقت ده بتحاول إيرينا وجيني انهم يوقفوها، لكنها بتبقى مش شايفاهم وبتهجم عليهم هم كمان، وما بيبقاش حد قادر يوقفها، وخلاص بتبقى هتموتهم. بيحرر ارض قوته الكامله وبيرجع لاصله. بتتعصب سيلفي اكتر وبتهاجمه مره تانية وبتبقى خلاص هتقتله، بس بتسمع صوت اختها بتطلب منها انها توقف اللي بتعمله. وهنا سيلفي بترجع لوعيها. بيظهر الراجل المقنع ويقول لها خلاص كده انت خلاص كده ما عادش ليكي لازمه، وبياخد منها السيفين وبيروح يهجم على ملك الشياطين بكل قوته، وبيفكر انه كده هيقتله. بيهجم عليه ارض وبيطير له دراعه من ضربه واحده، لكن الراجل ما بيستسلمش. بيطير في الجو علشان يقتل ارض، لكن في الوقت ده السيف بيصعد جسمه وبيقع من ايده. وهنا بيعرف ارض ان السيف هو اللي بيختار مين اللي يمسكه. على طول بيمسك السيف وبيفعل تعويذه وبيضرب بيه الراجل ويطيره من على وش الارض ويقضي عليه نهائيا. وبعدها بيروح علشان يجيب السيف التاني. فبتطلع له ليديا بتقول لسيلفي انت بتلومي ارض ليه؟ هو ملوش ذنب، وانا عايزاك تعيشي حياتك اللي باقيه في هدوء وسعاده، وانا ساعتها هكون مبسوطه. وبتختفي على طول. هنا سيلفي بتبقى مش فاهمه تبقى في قمه سعادتها ولا تبقى حزينه على اختها. بنرجع لارض اللي اخد صحابه ورايحين رحله ميدانيه، وبيبقوا بيلعبوا لعبه الكروت واللي بتفوز فيها إيرينا. وهم بيلعبوا بتلاقي جيني صوره ملكه التنانين إليزارد، وبتفتكر اللي هي عملته فيهم وبتترعب وبترمي الكارت على الارض وبتدوس عليه. بيحس ارض بالاسى من تصرف جيني، وبيبص ارض في الكارت بتاعه واللي بيبقى فيه عالمه السحر فيرديا والبطله ليديا. بيستغرب صورهم في الكارت علشان كانوا مرسومين بمبالغه. بيتوقف الزمن بيهم وبيلاقوا نفسهم في مكان غريب، وواحده بترحب بيهم على انهم المختارين. بيسالها ارض ان كانت شيطانه ولا لا، بتقول له لا انا ملكه. بيترعبوا منها وبيبعدوا عنها على طول. بيقول لها ارض ومادام انت ملكه عايزه مننا ايه؟ بتقول له ان هي جابتهم هنا علشان في حد عايز يخل بالنظام ويغير احداث الماضي ويدمر عالمكم. بيقول لها بس احنا مش فاهمين، وضحي اكتر. بتقول لهم ان في شخص محدش يقدر عليه غيركم، وبتسيبهم وبتمشي. لما بيفوقوا الشباب بيشوفوا قمرين في السماء، فبيعرف ارض انهم رجعوا للماضي. وبيقول لهم ان بسبب الاحداث اللي حصل اختفاء لقمر منهم، وبيعرفهم انهم في مملكه فارديا، ودي اللي كان بيحكمها ملك الشياطين فرفاطوس. وبناء على كلام الملكه انهم لازم يقابلوا ملك الشياطين علشان يحققوا تقدم ويفهموا فيه ايه، ويعرفوا يقضوا على الشخص اللي بيهدد العالم، وبكده يقدروا يرجعوا لعصرهم الطبيعي. واثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا واحده بتصرخ باعلى صوتها. بيروحوا جري يشوفوا فيه ايه، وبيبقوا مستغربين من شكل الكاهن اللي بيجري وراها. وبيعرفهم ارض ان ده لادغ الموت. بيتدخل ارض على طول وبيساعدها وبيلحقها وبيدمر لادغ الموت بضربه واحده. بتجيله اوليفيا وبتشكره وبتطلع موجات كده بتخلي إيرينا وجين يغمى عليهم، بس ارض بيفضل واقف وما بيغماش عليه. وهنا بتعرف اوليفيا ان ارض فيه حاجه مميزه. بتقول لهم تعالوا ورايا، وبتاخدهم للقصر بتاعها، وبتطلب من ارض انه ينضم لقواتها علشان يحاربوا الاشخاص الخارجين. وبيستمروا في محاربه البشر في معارك قاتله، وان اللي موقف الحرب في الوقت ده هو ملك الشياطين اللي بيستخدم السحر ضد الخارجين ويعلمه للبشر. فبيقول لها ارض انا ممكن انضم لقواتك لكن بشرطين. الاول ان إيرينا وجيني ينضموا معايا وهيكونوا تحت حمايتي، والشرط الثاني انهم يبقوا من قوات العالمه فيردي. فبتقول له واحد زيك عنده سحر جامد عايز ينضم لفيرديا ليه؟ ده معظم افراد جيشها بيدرسوا ويبحثوا وما يعرفوش يحاربوا، وان مهمتهم العلاج والبحث بس، وده مخلي عندهم اقل معدل وفيات عن الجيش الثاني. فبقول لها والله ده اللي عندي، لو قبلت الشرطين هنخدم الملك من النهارده. فبتقول له خلصانه موافقه، وبتبعتهم لمركز البحوث. بيروحوا هناك وبيلاقوا واحده دمرت المركز كله وواقفه تقول انا نجحت.
تحت بتنزل ترحب بيهم وهم ما بيكونوش عارفينها. بيقولوا لها فيرديا لو عرفت هتزعل. بتقول لهم انا مش هزعل، وبعدين انتوا هنا ليه؟ بيقولوا لها انهم عايزين فيرديا ولو هي موجوده روحي نادلها. هنا بتعرفهم بنفسها وانها فيرديا، فبيطلعوا الكارت ويبصوا فيه وبيستغربوا من فرق الشبه اللي بين الكارت والحقيقه. بتقول لهم مش هنفضل واقفين، يلا بينا ندخل جوه. بيقولوا لها جوه فين؟ المكان كله متدمر. بتقول لهم ثانيه واحده وبترجع المركز زي ما كان. ولما بيدخلوا بتقول لهم اشمعنى انضميتوا لفريقي؟ ده اخر حد انضم كان المرحوم، انتوا اكيد معجبين بيا. بيقول لها ارض احنا جايين من المستقبل. بتندهش فيرديا جدا وبتقول لهم سركم في بير، انا هساعدكم ترجعوا لعصركم. لكن سيلفي بتقطع كلامها وبتدخل تطاردها وبتنادي على ليديا اختها عشان تمسكها معاها. بتدخل ليديا وتمسك فيرديا على طول وتسالها عن وحدات الدعم بتاعتها. بتقول لها فيرديا انا ما عنديش غير 3، خدوهم لو عايزين. هنا بيتدخل ارض وبيقول لهم ان هم لسه واصلين النهارده ومرهقين ومش هيقدروا يروحوا في اي مكان غير لما يرتاحوا الاول. بتمسكوا ليديا وبتقول له انت مين اصلا علشان تقرر احنا نعمل ايه او ما نعملش ايه، وبتنزل ضرب فيه وبيبداوا خناق مع بعض. بتضربوا ليديا وبتطيروا بعيد. بيهجم عليها ارض مره تانية وبيضربها ويوقعها على الارض وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما يتعبوا ويقعوا هما الاثنين على الارض. وبعد ما بيخلصوا بتطلب منه ليديا انه ينضم لفريقها وانها محتاجه قوته معاها. وهنا يا صديقي بيبان على ارض انه لسه شايل جواه مشاعر حب لليديا. بيسالها ان كان ينفع يقابل الملك او لا، فبتقول له ان لازم يعمل حاجه يكسب بها ثقه الملك الاول علشان يرضى يقابله، وبتسيبه وبتمشي. بيبقى ارض واقف في البلكونه عمال يفكر هيعمل ايه. وهنا بتدخل عليه لاتيما، دي الخادمه الخاصه لليديا. بتقول لهم يستخدموا القصر زي ما هم عايزين كانه بتاعهم واكتر كمان لحد ما يجي وقت الحرب. وهنا بيندم ارض وبيفتكر اللي حصل وانه قتل ليديا بايده زمان. بيعدي الوقت وبيروحوا الابطال المعركه وبيبقى ارض في الجهه الخلفيه مع فريق فيرديا علشان يضمن تامين إيرينا وجيني وما يشتبكش مع العدو مباشره، وكمان بيبقى ملبسهم ادوات سحريه علشان تحميهم. بيفتكر ارض احداث المعركه دي في الماضي وانه كان بيحكم المنطقه دي قبل ما يستولى عليها الشياطين، وانه وسع قوته في الوقت ده وسيطر على القاره كلها. بتبدا ليديا وسيلفي بالهجوم على بوابات المدينه وبيستغربوا لما بيدخلوا جوه وما يلاقوش قائد الاعداء. بيجي لهم حد وبيقول لهم ان ده فخ وان قائد الاعداء بيهاجم فرقه فيرديا الناحيه التانيه. بيروحوا الابطال على طول ويلحقوهم. بيبقى قائد الاعداء عمال بيقتل في الجنود لحد ما وصل لارض. بيستغل ارض الموقف علشان يقابل فرفطوس وبيفعل تعويذه في الارض وبيدمر بيها قائد الاعداء. ولما بتوصل ليديا واختها بيلاقوا ان ارض قام بالواجب وزياده. وهنا بتتعصب سيلفي انه سرق المجد منهم. بتقول له ليديا هي مساله وقت وحضر نفسك عشان تقابل الملك. بيوصلوا للقلعه وبتبقى إيرينا وجيني مذهولين من جمالها. بيقابلوا الملك وبتبقى البنات كلها معجبه بيه لدرجه ان ارض مطيور بيغير من نفسه. بتتلخبط جيني وتقول لهم ان ملك الشياطين اجمل مما كنت اتصور، لكن الملك بيستغرب من الاسم لانه ما كانش لسه اطلق عليه وبيعتذر لارض عن سوء التفاهم بينهم. وكمان بيعرفوا ان في حد ملقب بملك الشياطين غيره. بيرجعوا كلهم لمركز الابحاث مره تانية وبيحكوا لفيردي عن اللي حصل. بتقول لهم فيردي ان تاريخ الماضي غير تاريخ الحاضر، والملقب بملك الشياطين في العصر القديم غير الملقب بملك الشياطين في العصر الجديد. بيفتكر ارض كلام الملكه اللي في الاول وانهم مش لازم يقضوا على ملك الشياطين بتاع العصر الحديث، هم المفروض يقضوا على ملك الشياطين بتاع العصر القديم. وبيقترح عليهم انهم يطلبوا مساعده الملك فرفطوس، لكن فيردي بتقول لهم ده شيء مستحيل لان ملك شياطين العصر اللي هم فيه ظهر من العدم قبل 3 سنين بس واستطاع انه يسيطر على كل الاراضي الموجوده، منطقه الخارجين ومنطقه فرفطوس في لمح البصر، وانهم حاولوا يتعاونوا معاه لكنه بيتجاهلهم والملك فرفطوس ما قدرش يهزمه. بيبقوا عايزين يقنعوا الملك انهم يحاربوا معاه بس لازم يوثق فيهم الاول. بتدخل ليديا وتقطع كلامهم وتاخد ارض معاها لارض المعركه. بتعرفوا ان هم رايحين يحاربوا ملك اللعنات. ارض بيبقى عارفه وبيتوتر ساعه ما يسمع اسمه. بتعرفوا سيلفي ان زي ما للسحرة ترتيب الشياطين كمان ليهم ترتيب وده بيبقى اخر مرتبه في الشياطين. بيفتكر ارض ان ده كان سبب من الاسباب اللي دفعته انه يقتل ليديا بعد ما كان اصابها بلعنه. بيروحوا للقلعه بتاعته لكن بيبقى في حد سبقهم على هناك ودمر القلعه وقتل ملك اللعنات، واللي عمل كده هو ملك الشياطين اللي ارض بيدور عليه. وبيطلب منهم انهم يقولوا للملك بتاعهم انه هياخد الاراضي اللي تحت ايديهم وبكده يبقى اعلن عليهم الحرب. وبعد كده بيختفي. بيتجمعوا الابطال بخصوص التهديد. بيقول لهم الملك فرفطوس انه اعلن الحرب على ملك الشياطين ولازم يهزمه وبيحط لهم الخطه ولازم نواجههم بالجيوش كلها مره واحده وفي يوم واحد وانا هنشر الملوك الاربعه في ساحه المعركه. ومش كده وبس، لا ده انا هقاتل معاكم بنفسي. بيقول له ارض ان ملك الشياطين قال لهم ان مستحيل حد يموته، هتقتله ازاي؟ بيقول له الملك دي حاجه سريه لكن اهم حاجه دلوقتي
تدمروا القلعة الخاصة بيه، وشكله كده مخبي عليهم سر يا صديقي. بيروح ارض القطه وبيبقى عمال يفكر ازاي التاريخ ما اتغيرش وازاي ليديا ما اتلعنتش. بيقطع حبل تفكيره ده ملك الشياطين، بيقول له انت مش هتعرف تغير التاريخ الموجود، وغالبا كل واحد هيلاقي نفس المصير بتاعه. بيستغرب ارض من كلامه وهو ازاي عرف كل ده. بيقول له ملك الشياطين انت قدام الناس ارض مطيور، لكن مش هتفضل لابس القناع ده كتير قدامي، انا انت وانت انا. بيخلع ملك الشياطين قناعه وبيبقى هو ارض مطيور. بيعرفه ان جه الزمن ده زيه بالظبط، وبيقول له ان هما الاتنين عاشوا باسم الملك فرفطوس، وهما الاتنين اعيدوا ولادتهم مره تانية كارض مطيور، لكن ممكن الاختلاف في الاماكن بس. بيبقى ملك الشياطين جاي الزمن ده علشان ينقذ ليديا ويكفر عن خطيئته اللي عملها زمان. وبيقول له ارض انت اكيد جاي علشان نفس الحاجه. بيقول له ارض هسالك سؤالين، انت ناقشت الحوار ده مع ذاتي في العصر ده؟ بيقول له لا، انا بكره نفسي في العصر ده اكتر من اي حاجه في الدنيا، علشان هي اللي خلتني افقد اعز شخص عندي. مش بس افقدها، لا ده انا اللي قتلتها كمان. بيقول له ارض طب انت بتقتل الملك فرفطوس ليه؟ لو عايز تنقذ ليديا فملهاش لازمه انك تقتله. بيقول له الملك الظروف منعاني من التعاون معاه ولازم اقتله، لان دي المهمه اللي انا جاي بيها وهي تدمير العالم. بيقول له ارض ايه العلاقه بين تدمير العالم وانقاذ ليديا؟ بيقول له الملك انت مش فاكر ليديا ماتت ازاي؟ انت اكتر واحد فاهم شعوري، انا اللي قتلتها بعد ما اللعنه صابتها وحولتها لخطر بيهدد العالم كله، وكنت انا السبب لما بعتها لمنطقه العدو لوحدها وما قدرتش اتحمل الذنب وانتحرت، لكن العالم ما سابنيش في حالي وعيدت اتولدت مره تانية باسم ارض مطيور ودمرت كل حاجه تاني، ولسه هستمر في مراكمه الاخطاء. علشان كده عايز انهي الامر من البدايه واكفر عن اخطائي اللي عملتها زمان وانقذ ليديا وابقى عدو العالم كله. مش مهم العالم يكرهني، لكن عايز اخلي ليديا تقتلني وتكمل حياتها عادي، وبكده هبقى مرتاح. وبيطلب من ارض انه ينضم ليه. ارض بيبقى هيسمع كلامه وينضم له، لكن بيفتكر كلام ليديا وهي بتقول له ما تعملش اي تصرف غبي تاني، وبيسحب ايده على طول. بيقول له ملك الشياطين انا مش مستعجل، خد لك مهله 3 ايام فكر براحتك، ولما تعرف الرد نبقى نتقابل عند الاراضي المهدومه. بتقطع كلامهم ليتميا اللي جايه تقول لارض ان الفطار جاهز، بس وهما ماشيين بيسالها ارض لو خيروك بين حياتك وحياه ليديا هتختاري ايه؟ بتقول له اكيد هختار ليديا. ولما بيوصلوا بتقول له ليديا انت هتيجي معايا السوق علشان نشوف الدنيا بره عامله ازاي. ولما بيروحوا السوق بيبداوا الخناق وبينزلوا ضرب في بعض لغايه ما بيتعبوا تاني وبيناموا هما الاتنين على الارض. بيقول لها ارض لو عليك التضحيه بكل حاجه علشان تستعيدي شخص عزيز عليكي هتعملي ايه؟ بتقول له انت بتعرف تطير صح؟ تعال ورايا هوريك حاجه. بتفرجوا ليديا عن الذنب اللي ارتكبته وبتعرفوا ان دي مدينه كان موجود فيها شياطين وهم اضطروا يهاجموها عشان كانت البلد دي نقطه استراتيجيه في الحرب وكان لازم يستحوذوا عليها. ولما رفض اهل البلد اوامرهم هاجموهم في الليل واضطروا انهم يقتلوهم علشان يحافظوا على اصحابهم لانهم كانوا شايفين ان ده احسن خيار. وكمان بتقول له انا مجرد قاتله لطخت ايدي بالدماء ولسه مستمره في كده، وانا مش الشخص اللي يخليك مضطر انك تغير مبادئك او تضحي بنفسك عشان تنقذه، فعلشان كده ارجوك ما تغيرش طريقه موتي. والظاهر كده يا صديقي انها حاسه بحاجه هي كمان. بيرجعوا هما الاتنين متاخر وبتبقى البنات متضايقه من كده وقلقانين عليهم. بتتاسف لهم ليديا وبتديهم دبابيس شعر تعويض عن شعورهم بالقلق. بتقوم المعركه بالفعل بين قوات الملك والشياطين وبيقتلوا عدد كبير منهم لكنهم مش بيخلصوا. بيبقى الملك فرفطوس بيخطط للمعركه اللي هتقوم ضد ملك الشياطين وبيبقى منزعج من المعركه لانها هتهدر قوتهم كلها وهم محتاجين القوه دي علشان يقابلوا بيها ملك الشياطين. في الوقت ده ارض بيبقى بيقابل ملك الشياطين علشان يقول له رايه. بيساله ملك الشياطين انت هتنقذ ليديا معايا ولا لا؟ بيقول له لا، هي اللي طلبت كده لانها عايزه تموت كبطله والموت بشكل يكفر عن خطاياها. بيقول له انت كده عدوي وبيبدا الهجوم عليه. بيفعل تعويذته لكن ارض بيقدر انه يهرب منها. بيفعل ملك الشياطين السحر النص على الارض لكن ارض بيقدر يلغيه. ولك ان تتخيل يا صديقي ان ارض بيواجه ارض. القتال قمه العظمه. بيهجم ارض عليه بس ملك الشياطين عنده قدره تحليليه وبيلغي التعويذه. بيساله ملك الشياطين انت ما سالتش نفسك ليه انا خليت يوم الحرب هو يوم استماع لاجابتك؟ شكله كده عامل له فخ. في الوقت ده جيني وإيرينا مستنين ارض في القصر. بتقول لها جيني انا حاسه ان ملناش لازمه من يوم ما جينا هنا وانا عارفه اننا مش هنقدر نعمل حاجه لو رحنا لارض المعركه، بس مش قادر اعترف بكده. بتقطع كلامهم ليتميا بتقول لهم ان ارض مكلفهم بمهمه ولازم يتحركوا حالا. بيبقى ارض عارف الحقيقه وراء خلود ملك الشياطين وان الملك بيستعمل تقنيه سحريه لفصل الروح عن الجسد وحاططها في حاويه مناسبه، وانهم لو قدروا يدمروا الحاويه دي هيتلغي سحر الخلود. والحاويه دي موجوده في القلعه اللي ملك الشياطين مستحوذ عليها واللي كان الملك فرفطوس امرهم انهم يدمروها. بيبقوا الشباب مبسوطين من المهمه
المهمة الكبيرة اللي كلفها بيهم ارض. وهنا بيهجم عليهم اشخاص من الاعداء بيصيبوا ليتميا في رجليها، بتقول لهم سيبوني انا هعرف اتصرف، بس انتوا روحوا دلوقتي ودمروا الحاوية. بيوصلوا فعلا للحاوية وبيبقوا هيدمروها، لكن بيبقى معمول لهم فخ وبيتم تأييدهم، وبتتأيد معاهم قوتهم السحرية. بتبقى ليتميا هي اللي عامله لهم الفخ بالاتفاق مع ملك الشياطين علشان يهدد بيهم ارض ويجبره انه ينضم لجيشه وينقذ ليديا. وفعلا ملك الشياطين بيوري الارض البنتين وهم مخطوفين. بيقول له ارض طب لو انا ما انضمتش هتعمل فيهم ايه؟ بيقول له ولا حاجه، دي كلها مسرحيه. بيقول له ارض انت كلك اعذار، عايز تديني عذر وخلاص تجبرني فيه ان انضم ليك علشان انقذ الرهائن. بيقول له ملك الشياطين انا عارف ان ليديا لما تيجي تموت هتحس بالسعاده، بس انا وانت شعورنا هيبقى مختلف، واحنا قاتلين اعز اصدقاء لينا بايدينا. حتى لو ليديا عايزه تموت تعيسه علشان تكفر عن ذنوبها فاحنا من الطبيعي نتمنى ليها موتة سعيده. انا ممكن اقتل اي حد في العالم علشان ليديا تفضل عايشه، حتى لو اضطرني الامر ان ادمر العالم كله. وبيقول له هديك عذر تاني، انا اضمن لك اني مش هاذي البنتين، بس معرفش جيش فرفطوس هيعمل ايه في القلعه لما يوصلها، ولو مش عايز تخسرهم انضم لينا. بنروح للبنتين اللي متأيدين، بيقولوا ليتميا انت بتعملوا كل ده ليه؟ بتقول لهم انا غايتي ان احمي ليديا وانتم مجرد اداتين للتلاعب بمشاعر ارض. بتقول لها جيني اكبر نقطه ضعف عندك هي هشاشتك الذهنيه، وانك ما تقدريش تعملي حاجه لما تقعي في مأزق، بس انا غيرك، ووقوعي في مأزق جزء من حياتي واقدر اخرج من المأزق بكل سهوله. بتقول لها ليتميا انت قصدك ايه بالكلام ده؟ وهتعملي ايه وانت مش قادره تستعملي سحرك؟ بتقول لها احنا ما نقدرش نستعمل سحرنا، بس نقدر نستعمل سحر شاذ. وهنا بيقدروا البنتين انهم يحرروا نفسهم. بتقول لهم ليتميا دي حاجه مش متوقعه منكم، مفيش مشكله. بتستعمل تعويذتها وتخرج مجموعه كبيره من الشياطين، لكن هنا بتجيلهم ليديا وعرفت مكانهم من دبابيس الشعر اللي هي اديتها لهم، كانت ادوات سحريه علشان تراقبهم. بتهجم على طول على الوحوش وتدمرهم كلهم، وتقول لهم انها مستعده لاي قدر وانها لازم تتحمل مسؤوليه الدماء اللي ملت البلاد دي كلها. وهو ده معنى البطوله، عشت بطله وهموت بطله. وعلى طول يتدمر الحاويه اللي بتحفظ خلود ملك الشياطين. وهنا بقى بيقول له ارض خطتك باظت يا معلم. بيقول له الملك انتوا اخدتوا مني الخلود مش اكتر. بيقول له ارض انت عايز تنقذ ليديا ليه؟ هقول لك انا ليه، علشان ما تحسش بالذنب وتموت في سلام. انت جبان وبتستغل ليديا في كده. طول عمرنا بنتصرف انا وانت حسب مشاعرنا من غير ما نفكر في مشاعر الناس، ليه ما ننفذ لهاش رغبتها؟ بيتعصب ملك الشياطين من الكلام وبيهجم على الارض على طول. بيتحول ارض لقوته الكامله وبيرجع لشخصيه الملك فرفطوس وبينزلوا ضرب في بعض. بيفتكروا كلمات ليديا الاخيره لما كانت بتقول للملك انت ليه قبلت بالهدنه؟ انت اكيد اتجننت، هيجي اليوم اللي يقلبوا علينا فيه. بيقول لها انا مش هغير رايي، ولو عايزه تقتليهم انت روحي لوحدك، انا ما عدتش مهتم باللي انت بتعمليه. بنرجع تاني للمعركه اللي لسه دايره. بيقول له ملك الشياطين انه ما كانش عايز يعترف لها بمشاعره، هو مش عايز يخليها تموت نفس الموتة دي، علشان كده هينقذها. وبيبقى هيقتل ارض، بس ليديا بتخرج من سيفه وبتبعد ملك الشياطين عن ارض. بيقول لها ارض دي كانت رغبتك من الاول وانا حققتها لك. وبيضرب ملك الشياطين بالسيف وبيبقى خلاص على وشك انه يموت. بيقول له انت فاكر ان الوضع كده هيتحسن؟ افتكر الايام اللي ماضيناها مع ليديا وقيمتها الغاليه عندنا. بيقول له ملك الشياطين انا ما ينفعش افشل المره دي، انا المره اللي فاتت ما فهمتش شعوري ناحيتها الا بعد ما خسرتها وان كنت بحبها، علشان كده عايز انقذها المره دي. بيتضايق ارض من كلامه وعلى طول بيخلص عليه. بيبدا الشباب انهم يرجعوا لعصرهم بعد ما انتهت مهمتهم. بتديهم ليديا رساله يوصلوها الارض بعد ما يرجعوا في العصر الجديد. واخيرا بتشكرهم الملكه على المهمه اللي طلبتها منهم وهم عملوها. بيرجعوا الشباب لعالمهم وبتيجي سيلفي تصحيهم علشان وصلوا خلاص. واما بينزلوا بتدي إيرينا الارض رساله ليديا واللي كان مضمونها ان كل اللي اتقال اشاعات، انا وانت يا ارض هنفضل اخوات. وبتيجي روحها تخبطه وبتبتسم له وبتختفي على طول. وبكده بيخلص الانمي بتاعنا يا صديقي. ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.